وصفتنا النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض الحواوشي. كلنا بنحب الحواوشي. طبعا الأفضل إن احنا نعمله في البيت، وكمان إن شاء الله هنعمله مع بعض وهنزود كمية اللحمة بالخضار، وكمان هيطلع مقرمش وطري، ويعني حاجة كده تحفة. تعالوا كده نشوف الأرغفة بتاعتنا دي، شكلها وشكل اللحمة كده من جوه استوت كويس جدا. وكمان قدمنا معاها سلطة الطحينة وسلطة خضراء. ممكن انتي كمان تحمري بقى بطاطس أو أي حاجة بقى تحبي تاكليها جنب الحواوشي. شايفين كده الحواوشي لون وشكل وطعم، اللهم بارك، كان حلو جدا. يلا بينا نسمي الله ونشوف المكونات بتاعتنا ايه. مبدئيا عندنا لكل نص كيلو من اللحمة المفرومة ربع كيلو من البصل. خلاص، يبقى نص كيلو لحمة مفرومة نحط ربع كيلو من البصل. طب لو عاملين كيلو هنحط نص كيلو من البصل. متفقين؟ انا كمان هزود على النص كيلو لحمة المفرومة جزراية مبشورة، واتنين فلفل اخضر من الرومي. ممكن عايزة تزودي حامي براحتك. متفقين؟ طب انا لو حابة استغنى عن حاجة من دول، مش حابة احط الجزر، يبقى زودي البصل شوية او زودي الفلفل زي ما تحبي. خلاص، انا ضربت كل الكمية البصل عندي في الكبة، وبعدها ضربت الفلفل الاخضر ضربتين كده، انا مش عايزاه يتفرم قوي علشان ما ينزليش مية. الجزر بتاعي بشرته على المبشرة، وضفتهم على بعض وقلبتهم كويس جدا. ما تقلقيش، الكمية الخضار دي مش كتيرة، بعد شوية هتستوي مع اللحمة وهتبقى طعمها تحفة. عندي كمان لكل نص كيلو من اللحمة واحدة من الطماطم، هقطعها مكعبات صغيرة زي السلطة. متفقين؟ بس أهم حاجة هشيل البذر منها والمية اللي بتبقى جواها علشان العيش بتاعي ما يبقاش معجن أو طري قوي. هضيف معلقتين من الزيت، وهتبل بقى كل الخضار بتاعي بملح وفلفل، ولو عندي بهارات حواوشي هحط منها معلقة كبيرة. خلاص كده، لو عندنا جوزة الطيب زي ما انت عايزة ممكن نضيف منها، نبشر كده شوية منها. عندي نص معلقة صغيرة من الثوم المفروم. كل الخضار بتاعي ده مع البهارات هتبلها بالملح والفلفل. لو انت ما عندكيش اي نوع بهارات، هي مش محتاجة اكتر من ملح وفلفل. هدعكم كويس جدا مع الطماطم والخضار، وبعد كده هضيف اللحمة بتاعتي المفرومة حبة حبة، واعتبر اللحمة المفرومة بالخضار كأنها عجينة. انا هفضل ادعك فيها كده واعجن فيها كويس جدا علشان كل الخضار يتجانس مع اللحمة ويبقوا قطعة واحدة كده. وطعم بقى ان شاء الله طعم هيطلع حلو جدا. خلاص، بعد كده خدت كل اللحمة بتاعتي بالخضار وتبلتها كويس، وبعد كده دخلتها على التلاجة ترتاح نص ساعة، لأنها من كتر حركة إيدي والعجن سخنت معايا، فأنا عايزاها ترتاح كده وتجمد شوية في التلاجة. جبت أرغفة العيش البلدي، ده عيش بلدي عادي خالص من الفرن. أنا هفتحه على قد ما أقدر، أحط إيدي علشان أخد جزء اللحمة وأحشي أرغفة العيش. هاخد بقى قطعة من اللحمة المفرومة بالخضار وافردها كويس جدا في الرغيف. أهم حاجة يبقى كل الرغيف جواه، أو اللحمة يعني متوزعة فيه كويس. متفقين؟ بعد ما وزعت اللحمة كويس وأقفل الرغيف كده، واجي بالراحة كده أضغط بإيدي علشان أبطط الرغيف كده عشان اللحمة تبقى كلها متساوية جوه الرغيف. هعمل كل الكمية اللي معايا دي. أنا مستخدمة اللهم بارك كيلو من اللحمة المفرومة. خلاص، عملت معايا كمية كبيرة جدا، حشت عدد كبير من الأرغاف. احنا عندنا النص كيلو اللحمة المفرومة هيعملك من 7 ل8 أرغفة من الحواوشي. خلاص، والكيلو يعني الكيلو ممكن يعملك 16 أو 17 رغيف. أنا عملت الكمية اللي أنا محتاجاها، والباقي هشيله في كيس واحفظه في الفريزر. خلاص كده، وممكن كمان تحشيه في الأرغفة وتشيليه في الفريزر في كيس، ووقت ما تيجي تستخدميه هتطلعيه بس ايه على طول ودخليه الفرن يستوي معاكي. انا دلوقتي بعمل ايه؟ جبت كده حوالي كام معلقة من الزيت، وبفرشة وبدهن وش وظهر الرغيف بالزيت بتاعي. هو ده اللي انا محتاجاه. في الفرن بتاعي على صاج او صينية هرص الحواوشي جوه الفرن. ممكن انتي كمان تسويه في الطاسة لو انتي حابة فكرة ان انتي تسويه على البوتاجاز من فوق. أول ما يدخل الفرن بقى هبتدي، أول ما ياخد وش من تحت ولونه يتغير، هقلب الرغيف على الناحية التانية لحد ما يستوي، واتأكد ان اللحمة بتاعتي والخضار استووا كويس، واطلعهم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده.
ما شاء الله طعم وريحة، وكمان أنا طلّعت جزء منه طري وجزء منه سِبته يقرمش شوية في الفرن. خلاص كده قدّمت معاه سلطة طحينة، ودي كانت وصفتنا، يا رب تكون عجبتكم.